السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. عالم مليء بالوحوش العملاقة المتوحشة بما فيهم جودزيلا. الحكاية بدأت سنة 1973 على جزيرة الجمجمة، أثناء ما وحيد رؤى بيحاول يهرب بيسجل فيديو لشخص ما ويعتذر له ويقول له الشنطة دي فيها إرثي، يعني كل حاجة حققها في حياته جوه الشنطة دي. وبيتضح إن هو بيهرب من عنكبوتة ضخمة بتجري وراه، لكنه بيوصل للبحر ولو نط هيخبط في الصخور، بالتالي بيرمي الشنطة عسى انها توصل للشخص المطلوب وخلاص وكأنه هيستسلم للموت. لكن فجأة بتظهر كابورياية ضخمة من تحت الأرض وبتتصارع هي والعنكبوتة أثناء ما وحيد بيحاول يتفادى الدهس، وفي النهاية الاتنين بيقعوا في البحر وبتسبح الشنطة بعيد اللي عليها اسمه لحد ما توصل لمركب صيد ياباني سنة 2013. وبنروح على منال اللي لسه واصلة طوكيو سنة 2015، ومع ذلك بتطاردها كوابيس بعد ما واجهت الموت وهي في أتوبيس المدرسة أثناء ظهور جودزيلا على الكوبري قبل سنة في سان فرانسيسكو. ورغم إنها وقعت من الأتوبيس صدفة وقفت أمام زئير جودزيلا المرعب، لكنها حاولت تنقذ الأطفال إلا إن الأتوبيس وقع وما قدرتش تنقذ الأطفال. ودلوقتي طوكيو بقت مجهزة بالصواريخ تحسبا لظهور جودزيلا، قال يعني الصواريخ نفعت المرة اللي فاتت. لكن منال في طوكيو دلوقتي علشان وصلها سلسلة مفاتيح أبوها هشام بعد ما جالها خبر إنه مات، وبتروح على شقته علشان تعرف كان شايل فيها ايه وتعرف اكتر عن ابوها اللي ما شافتوش كتير بسبب شغل. لكنها بتتفاجئ ان هو كان ليه حياة تانية خالص وليه زوجة تانية ومخلف منها كمان. وبنرجع للخط الزمني القديم سنة 1959 في كازاخستان مع العالم وحيد رؤى وهو صغير، والعالمة كوكي، وشوقي ضابط الجيش الكاره للمتنمرين والمكلف من الجيش بحمايته، ورايحين علشان يحققوا في منطقة منتشر فيها الإشعاعات النووية. لكن بيقابلهم واد من أهل المكان بيقولهم إن مفيش إشعاعات ولا حاجة، إحنا اللي نشرنا الكذبة دي علشان نبعد المتطفلين اللي زيكم. حتى تعالوا شوفوا، بيدلهم على مكان ضخم المفروض إن هو مصدر للإشعاعات. لكن كوكي مش بتلاقي أي إشعاعات، ولما بتقرب أكتر الجهاز بيرصد إشعاعات لكنها بتختفي في ثواني وكأن في مخلوق بياكلها. وبيزرعوا قنابل في المكان كله ويبدأوا يفجروها، وبيكتشفوا ان في فراغات تحت الارض وبتبدأ الارض تتشقق من حواليهم. وبنرجع على منال اللي ما لقيتش جدوى من الحديث مع اهلها الجداد، لان في نظرها ابوها باعها مرتين، مرة لما كان مشغول بشغله والمرة التانية لما اتجوز على امها. وبتقرر خلاص ترجع سان فرانسيسكو، لكن فجأة انذار جودزيلا بيضرب وبيجري الناس كلهم للملاجئ وبيخبطوها وقعوا على الأرض. لكن كمال وأمه بيظهروا وياخدوها للملجأ، لكن طلع إنذار اختباري مش أكتر. وبياخدها كمال لمكتب أبوه هشام وبتلاقي خريطة إشعاعات على الحيطة وبتشيلها وبتلاقي وراها خزنة، فبتجرب توليفة من الرموز من تواريخ أعياد ميلادها هي وأخوها وأمها ومرات أبوها، فالخزنة بتفتح، وده دليل إن هشام كان بيحب العيلتين. وبنرجع لفريق كوكي بينزل تحت الأرض وبيلاقوا أجنة لوحش ما، وبتصمم كوكي انها تنزل علشان تاخد منها عينات اختبار رغم رفض شوقي التام، لكنها بتقول له الموضوع مش ياخد الا 5 دقايق بس. فبينزل معاها شوقي على اساس ان وحيد هيفضل فوق ويشدها لو حصل مشكلة. وبتلاقي منال الشنطة اللي سابها وحيد جوه الخزنة ومليانة شرايط قديمة، لكنها بتشوف الشعار على شنطة وحيد وبتفتكر ان هو نفس الشعار اللي شافته لمجموعة من الاشخاص ظهروا على الكوبري وقت وجود جودزيلا، وبيصوروا وبيعملوا شغلهم وبيقيسوا الإشعاعات وكأنهم معزولين عن العالم والفوضى اللي حواليهم، متجاهلين تماما الكارثة اللي بتحصل. وبيقولها كمال أنا أعرف حد يقدر يشوف لنا الشرايط دي فيها إيه، وبياخدها المي حبيبته السابقة، لكنها بترفض تساعد بس بيقولها أرجوكي، فبتوافق تساعد وبتاخدهم على شقتها وتبدأ تشوف الشرايط وفك شفرتها. لكن فك الشفر ده ادى إنذار لشركة مونار اللي شعارها على الشنطة، والموظفة بتروح تبلغ رئيسها التامر بالموضوع
وبتقترح انها تروح للبيج بوس، لكنه بيرفض ويقولها مش انت بلغتيني، انا هشوف الموضوع، اطلع بره. وبتظهر ملفات وخرايط للاشعاعات وبيظهر عليها كلها شعار مونر، وبتقول لهم منال انها شافت الشعار قبل كده على موظفين الشركة على الكوبري وقت الهجوم، وان وقتها قابلت ابوها لاخر مرة واداها تذكرتين علشان تسافر هي وامها علشان يبعدهم عن خطر كوتزيلا، بس سابهم وقتها وتخلى عنه. لكنها بعدها باسبوع جالها خبر ان طيارته اختفت في ألاسكا اثناء عاصفة ثلجية وما لقوش حطام للطيارة. وبتظهر صورة كوكي على الشاشة واقفة وسط اثر لقدم وحش عملاق، ومنال بتقول ان دي جدتها، وكمال بيقول انها ماتت وابوه طفل. وبنرجع لكوكي اللي اثناء ما هي بتاخد عينات بتحصل هزة ارضية ضخمة وبتبدأ البيوت تقفز احي ويخرج منها حشرات صغيرة، ويطلع الاتنين يجروا ويمسك شوقي الحبل ويطلع على طول. اما كوكي وحيد بيحاول يسحبها بسرعة، لكن الحشرات بتتراكم فوق بعضها وبتبدأ توصل لها، وده بيزود الوزن على وحيد. وبيحاول شوقي يضربهم بالنار بس العدد كبير، فبيجرب ان هو يمسك كوكي، لكن الحبل بيفلت من وحيد وتقع كوكي بالوحوش. واتضح ان كوكي مش كل الناس بيحبوكي. وبنرجع قبلها ب7 سنين مع اول تعارف بين كوكي وشوقي في الفلبين، كانت رايحة تتتبع اشعاعات هناك. وبنرجع على كمال كان بيكتشف درج سري وبيفتحه ويلاقي ملف خاص بالضابط شوقي وصورة ليه وعنوان دار مسنين، وبيلاقي شريط فيديو قديم مكتوب عليه الفلبين. وفي الماضي اثناء ما كوكي وشوقي في الغابة بيسمعوا صوت غريب وبيختفي شوقي، وبيظهر وحيد ومعاه الكاميرا، وبيظهر شوقي من وراه ويثبته ويقول لهم ان هو وحيد عالم في دراسة الحيوانات المجهولة، وظيفته ان هو يدرس الحيوانات اللي ملهاش وجود، وهو هنا بسبب وحش مجهول هو بيدور عليه. وبيقرر كوكي انها تاخده معاها لان الهدف واحد، لكن شوقي بيرفض بعد ما سمعوا بيقول ان هو بيدور على التنين، لكن كوكي بتصر ان هي تاخده معاها فبيسيبها شوقي ويمشي. اما في الحاضر منال خلاص هتسافر وترجع سان فرانسيسكو، لكن في المطار بيقابلها التامر ويقول لها ان الملفات بتاعتنا بتاعت مؤسسة مونر ولازم ترجع، فقالت له خليني اعمل مكالمة، وبياخدها لبره علشان تعمل مكالمة لكنها بتهرب منه، بس بيمسكوها ويركبوها عربية ويغموا عينيها، بس ده بيخليها تيجي بسبب ازمتها وكوابيسها، وبترفض السواقة وتتقلب العربية وتهرب منهم وبتروح على الشرطة، لكنها ما لقتش منهم اي اهتمام، وبالاخص لانها جواز سفرها مش معاه. وبتروح على مي لكنها بتلاقي تامر جوه ومي مستخبية وتاخدها ويمشوا. اما في الماضي كوكي وحيد بيتتبعوا مسار الاشعاع وبيوصلوا لسفينة مهجورة وسط غابة، وبيقول وحيد انها سفينة لوتون. وبنرجع لكمال وهو قاعد مع مامته، الباب بيخبط وبيدخل عليه تامر غصب عنه ويقول له هات الملفات يا، ومامته بتقول له هاتها له من جوه وكأنها بتهربه، وبتحاول تعطل تامر لكنه بيشوف صورة هشام ويقول يا لهوي ويروح لكمال، لكن بيلاقيه هرب خلاص. وبيروح كمال علشان يقابل مي ومنال وفي ايده صورة شوقي ويقول لهم انا عارف احنا هنروح فين. وبنرجع للماضي مع كوكي وحيد بيقول لها السفينة دي غرقت في ميناء بيرل سنة 1943، ولما بيدخلوا بيلاقوا الصندوق بتاعه جوه وعليه اسمه رؤى، لانه كان على السفينة دي لما غرقت واتعرضت لهجوم وحش عملاق هو اللي غرقها، وكان هو الناجي الوحيد، وده اللي خلاه اصلا يبقى عايز يبقى عالم في الحيوانات المجهولة. وبيشوف شوقي جهاز رصد الاشعاعات بيتحرك ويشوف طيف من الاشعاعات في السماء، وبيلاقي وحيد وكوكي جثث جوه السفينة وكأنها بواقي هضم للتنين، وبيقرروا يسيبوا السفينة ويمشوا. اما كمال بيروح هو ومنال ومي على دار المسنين اللي فيها شوقي، وبيفرح قوي ان هو شاف ابنه هشام، وبيحاولوا يحكوا له اللي حصل لكن المكان مراقب بالكاميرات، فبيقول لهم وطوا صوتكم خلينا نتكلم بره. وبيكتشفوا اصلا ان مونارك حط شوقي في دار المسنين على اساس ان هو السجن وفي رجله جهاز مراقبة، وبيقول لهم مونارك مش هتسيبكم مهما حاولتم تهربوا، خلينا ندور احسن ونعرف ايه اللي حصل فعلا لابوكم هشام. وبيقطع جهاز المراقبة ويقول لهم معانا 60 ثانية علشان نتخذ القرار، يا اما نتمسك يا اما نهرب دلوقتي حالا. اما كوكي وحيد بيتعرضوا لهجوم من تنين عملاق وبيتزنق وحيد تحت حديد، لكن بيظهر شوقي ويحط حديدة ويحرره بمساعدة كوكي، ويخرجوا كلهم من السفينة قبل ما تتقلب عليهم، ويظهر وحش ضخم شبه التنانين فعلا ويحاول يهبرهم، بس احنا مش عارفين هيرقع نار من بقه
ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الثالثة من المسلسل. ده كان ملخص أول حلقتين من مسلسل مونارك. هل عايزيني أكمله ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليق. ما تنسوش تدعوا لأهلنا في غزة إن ربنا ينصرهم، عسى أن تكون ساعة استجابة. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنساش تدوسوا لايك وشير للفيديو علشان نوصل لعدد أكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، بس ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.